قصة الفلفلة المسكينة. كانت تتمشي شلة الطماطم الشريرة. شافوا الفلفلة المسكينة ماشيه بمفردها. أتنمروا عليها وقعدوا يقولوا لها يا أم رأس مربعة. وقعدوا يضربوا في الفلفلة المسكينة. أتعورت الفلفلة المسكينة. الليمونة كانت بتتمشى وشافتهم. وهنا كان لازم الليمونة تتدخل لإنقاذ الفلفلة. الطماطمي الكبيرة زقت الليمونه بقوة. وكمل ضرب في الفلفلة بوحشيه لحد ما قتلوا الفلفلة المسكينة. الليمونه كانت شايفه الفلفلة بتموت قدامها. الطماطم شافوا الليمونه وجريوا وراها عشان متقولش لحد ويدخل السجن. بس الليمونه كانت أسرع منهم. اتصلت الليمونه بسرعة بالشرطة. ولكن الطماطم أمسكت بالليمونه. وفي هذه اللحظة وصلت الشرطة. وقبضوا علي الطماطم الشريرة. والإسعاف جات وأخذت الجثة. هنا كان أهل الفلفلة بيدفنوها. واتحكم على شلة الطماطم بالإعدام. وتم تنفيذ الحكم بواسطة قرون الشطف. إليكم أبطال القصة. لا للتنمر. لو أعجبتكم القصة فأخبرونا في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للإشعارات.